كنت حاسة إني مع الراجل الصح، السند اللي عمري ما حلمت بيه. أهلي وافقوا عليه وشافوا فيه الراجل اللي يصوني ويسعدني. الدنيا كانت وردي وكل يوم أحلى من اللي قبله. وفجأة زي ما يكون في سحابة سودة بدأت تغطي شمس حياتنا. عبير طليقة أحمد بدأت تظهر في الصورة تاني. في الأول كانت بتيجي تسلم ليلى لأحمد عشان تقضي معاه يوم أو يومين. كنا بنحاول نتعامل مع الموضوع ده بهدوء، دي مصلحة البنت كنا بنقول. لكن اليومين بقوا 10 والعشرة بقوا أكتر، وكلامها عن مصلحة البنت بدأ يزيد وبطريقة غريبة. ليلى لازم تتربى بين أهلها، أبوها وأمها. كلام بدأ يوجعني قلبي، بس كنت بكدب إحساسي. أحمد كان دايما يطمني، ما تقلقيش دي مجرد محاولات. هل كانت مجرد محاولات بريئة ولا بداية خطة جهنمية؟ اللي جاي هيصدمك.